السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي وممنوع من العرض. الاثنين اللي قصادنا دول صحي دمهم في لحظة كده وقعدوا مع محمود ياسين وقالوا له على بلاوي بتحصل في شركات الغزل والنسيج في الحقبة اللي احنا قلنا، الحقبة الزمنية اللي احنا قلنا عليها بتاعت الاقتصاد والانفتاح الاقتصادي والكلام من ده. فكتب مقالة. المقالة جت في مين؟ في جميل راتب اللي هو محتكر السوق. أتاري إن جميل راتب بياخد القماش من الشركة بسعر بخس جدا جدا جدا، ويشيل الختم من عليه ويحط عليه بادج تاني ويقول إنها إيه، قماش مستورد وحاجة بقى، وهو إيه، صاحب نفوذ وجبروت غير طبيعي في البلد، غير طبيعي فعلا. محمود ياسين هيكتب المقالة وبعدين هينشرها. هيفاجئ بان الاثنين دول هيغيروا رايهم ويقولوا لا ما حصلش حاجه. طبعا جميل راتب استمالهم من ناحيته واداهم فلوس وقالوا لا مش احنا والكلام من ده، مما ادى انه يستقيل من الشغل محمود ياسين ويقوم بدور يعني مخبر عن طريق انه يعمل نفسه ايه، صبي قهوجي، وهيشتغل في القهوه في المنطقه اللي ايه اللي فيها الصحفيه وفيها الناس اللي بيشكوا فيهم يعني، الى ان نصل في الاخر في الحقيقه في النهايه الى الحقيقه. بس مش هتيجي الحقيقه الا بعد ما ايه، طبعا فوت الاوان. انه مثلا واحد من الاثنين اللي كانوا شاهدوا ضده دول شاهدوا معاه في الاول فيلم، هيرجع له ضميره تاني ويصحى لما يشوف زميله بيتقتل. وهيتفق مع محمود ياسين انه يرجع تاني وهيقول كل الحقيقه ويفضح جميل راتب ويفضح الفتره الزباله اللي كانت، اللي احنا كنا فعلا 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 عايشينها. يعني الفتره دي يا جماعه كانت كلها يا اما يا يعني زي ما احنا شايفين كده غش وتجاره في المنسوجات مثلا، او تهريب المخدرات اللي مالت مصر كلها من كل حته، وصفقات وصفقات وصفقات. الفتره ديت يا جماعه خلت الناس عملت فلوس فعلا لا تعد ولا تحصى بجد والله. يعني كل من هم كانوا في الفتره دي او معظمهم 90% منهم كانوا تحت قبضه صلاح نصر وتحت قبضه الناس يعني ذو النفوذ في البلد. فكانوا بيقوموا يعني استحلوا البلد لحسابهم. وقال هو قبل كده اللي مش هيختلف في عصري مش هيختلف تاني. وفعلا كان قمة، بس ايه، اتلعبت باساليب قذرة في تجارة المخدرات، في تجارة مش عارف ايه، في النصب، في كذا كذا كذا. ودي حقيقة. طبعا هم ما كانوش عايزين ايه يعرضوها للناس، عشان كده كانوا بأي فيلم بيظهر بعد كده بيمثل الحقبة دي فكانوا بيمنعوه. وده احد الافلام اللي بتمثل الوقت ده. ارجو ان الفيلم يعجبكم، لان فعلا في يعني هتشوفوا شخصيات كتير قوي قوي فيه، يعني سيد زيان ومحمد نجم. محمد نجم على فكره كان طالع بدور كلمتين كده في الاول يعني، بواب يعني ولا ايه. في انتظار ارائكم وتعليقاتكم، وشكرا لكم جزيلا اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه تامر ابو المعاطي وممنوع من العرض. مستنيكم. ولازم يعني اللي عنده الفيلم يا جماعه انتوا بعتوا لي على موضوع الافلام صحيح. في افلام انتوا معينه الناس بعتت لي عليها، باذن الله هنحضرها وهنتكلم عليها. والله حاضر يعني الاثنين. في ناس بعتت لي يعني اسماء افلام قديمه يعني هنجيبها وهنفصصها ونقولها باذن لكم اعزائي ماليش غيركم طبعا، وانا تحت امركم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبالرغم انا اسف، وبالرغم من ان الافلام دي على فكره يعني والله العظيم الواحد بيتعب جدا جدا لما يجمعها من هنا ويقصقصها من هنا. لان هم طبعا عاملين عليها كردون اللي تشتاهم حقوق طبع وحقوق نشر وحقوق مش عارف ايه، فبيخنقوا الواحد بقى طبعا بالموضوع ده. بس الحمد لله ربنا بيكافئنا في الاخر، ونقدر نجيب ايه، لو نقدر نجيب حتى لو جزء من فيلم او جزء من لقطات من الفيلم حيه بجيبها لكم والله. يعني عشان بس ايه، هي المسك الواحد حقوق الطابع وحقوق النشر، ومنهم لله الجيل المقرف اللي هو بتاع صلاح نصر وامن الدوله اللي كرهه الشعب فيها. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.